السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج العلم في حته تانية. وصلى على النبي بس كده قبل ما نبدا. في سؤال دايما غريب بيجي في دماغي، هل من الممكن مخي يبقى ضدي؟ يعني هل ممكن الحاجه اللي بفكر وتفهمني وتنجحني تكون هي السبب ان حياتي تبوظ؟ خليني احكي لك حاجه بصراحه، في كل ثانيه مخك بيصدر ما بين 60 ل 70 الف فكره يوميا. والله ما تستغربش، دماغك بتشتغل اكتر من اي جهاز في بيتكم. بس في مشكله، بنسبه 80% من الافكار ديت سلبيه. ليه؟ عشان المخ مصمم يحميك مش يساعدك. يعني بدل ما تفكر ازاي تنجح بيفكر ازاي افشل، وده اسمه عند العلماء نيجاتيف باز، الانحياز السلبي. يعني ببساطه كل ما تبدا تعمل حاجه المخ يقول لك لو فشلت، طب لو الناس ضحكت، طب لو محدش شاف. المخ بيخاف، بس المشكله انت لما تصدقه بتعيش في قفص. اكتر دراسه اللي عملت دوشه في علم الاعصاب كانت في جامعه يوكولا في امريكا. قالوا ان المخ بيتفاعل مع التفكير السلبي كانه تهديد حقيقي. يعني مجرد ما تفكر انا مش هعرف بتخلي الجسم يتصرف اكنه في غابه والاسد بيجري وراك. بس في بشر عرفوا السر، الناس اللي عرفت ان المخ لازم ترده مش تتعبه. المخ عبد جيد لكن سيد افشل، فلو حسيت انك كل ما تتقدم حاجه جواك بترجع لورا، فاحب اقول لك انت مش لوحدك، بس لازم تقف وتبص للمخ وتقول له شكرا على خوفك، بس انا اللي سايق مش انت. وفي النهايه دي كانت حلقه النهارده. لو عجبتك دوس لايك واشتراك في القناه، وخلي العلم يوصل لكل واحد حاسس ان دماغه بتلعب بيه. كان معاكم العلم في حته تانية والمخ في حته تالتة. سلام.